السلام عليكم. أهلا بكم يا شباب. معاكم حازم من قناة نيكست كود. تبني تطبيقات حقيقية بنفسك. في الكورس ده هنتعلم كل حاجة ستيب باي ستيب وأسلوب بسيط وسهل، وهنشتغل على مشاريع عملية حقيقية. طيب، الكورس متقسم لعدة مراحل، كل مرحلة فيها مجموعة من الدروس وهنطبق عليها عمل. خلينا نستعرض كده المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بإذن الله مرحلة الأساسيات، هنتعلم فيها مقدمة عن ضغط، هنعرف يعني إيه ال variables أو المتغيرات، وهنعرف يعني إيه data type أنواع البيانات، هنعرف برضو يعني إيه functions، هناخد الأدوات بتاعة الشروط اللي هي ال if وال else والswitch، وهناخد اللوبس، وهناخد برضو كمان عن الليست والماب، وهنعرف نتعامل إزاي مع النال سيفتي. دول بالنسبة للغة دارت. في حاجات كمان ممكن تضاف معانا واحدة واحدة واحنا شغالين. المرحلة اللي بعد كده دي مقدمة عن فلاتر، هنعرف يعني ايه فلاتر، هنعرف يعني ايه، وكمان هنعرف يعني ايه بروجكت ستراكشر، يعني ازاي ننظم الملفات بتاعتنا، وهنعرف الويدجتس وانواعها، وهنعرف يعني ايه ستيتلس ويدجت وستيت فول ويدجت. هنعرف نتعامل ازاي مع التكست والايكونز والايمج. هنعرف برضو كمان اللي اوتس اللي هي الرو، الكولم، الكونتينر، الستاك، وهناخد برضو بعض التصاميم بالالوان والخطوط. المرحلة اللي بعد كده دي مرحلة الستيت مانجمنت. ستيت مانجمنت دي اللي هي إدارة الحالة. هنعرف يعني ايه ستيت، وهنعرف طرق التحديث سيت ستيت، وهناخد مقدمة عن بلوك والكيوبت، وهنعرف يعني ايه برضو يعني ايه كيوبت ويعني ايه بلوك. هنطبق عملي بالستيت مانجمنت، هنتعامل مع باكجات، الباكجات زي اللي بتتعامل بيها مع الاي بي اي، وهنعرف برضه يعني ايه اي بي اي، وهيبقى فيه كورس مخصص للاي بي اي، وهيبقى فيه كورس كامل برضه على القناة بإذن الله هحضره. طيب، وهنعرف يعني ايه شيرد بريفرنس اللي هي تخزين البيانات المحلية، يعني تقدر بتخزن الداتا لوكال بشكل لوكال. هنا هندخل على مرحلة الاحتراف، هتتعلم ازاي تحفظ حالة التطبيق، وازاي تتعامل مع البيانات اللي جاية من السيرفر او من الاي بي اي، وهنبني تطبيق حقيقي مع بعض باستخدام الدايو والكيوب. بعد كده هنخش على المشاريع العملية اللي هنطبق فيها. بإذن الله احنا هنبتدي من الأسهل للأصعب، هو مش أصعب ولكن هناخدها تدريجيا. يعني أول حاجة هنطبق تو دو اب، ده ابلكيشن بيكون سهل جدا. بعد كده هنطبق على تطبيق نيوز اب، ده عشان نقدر نفهم ونتعامل مع الاي بي اي. ممكن بعد كده نطبق على مشروع اي كوميرس اللي هو زي الستور، هيبقى في متجر مشتريات. بعد كده هنطبق حاجة اسمها localization، اللي هي اللغات تقدر تغير من لغة لأكتر من لغة في التطبيق. وهنتعلم ازاي نطبق الدارك مود واللايت مود. بعد كده هنفهم يعني ايه فاير بيز انتجريشن، اذا كان اوس او ستورج. هنعرف يعني ايه فاير بيز، وهو دي منصة بتقدر تخزن عليها، تقدر تعمل اوثنتيكيشن لليوزر، وتقدر تعمل ستورج ليك على المنصة ديت. هنعرف برضو مع بعض اليو اي، هنفهم يعني نفهم ازاي نتعامل مع اليو اي اذا كان من فيجما او جايلنا من اليو اي يو اكس. وهنعرف برضو الانيميشن، ازاي نطبق الانيميشن في التطبيقات بتاعتنا. هنطبق باذن الله على تطبيق ليرنينج اب، ده ممكن يكون مخصص شوية للاطفال، ولكن هيبقى فيه افكار كويسة جدا. بعد كده هنطبق على موفيز اب، هنعمل تطبيق موفيز اب باذن الله بشكل كامل، هنطبق فيه كل اللي احنا اتعلمناه. ده مش بس اللي احنا ان شاء الله هنطبقه في الكورس، ولكن احنا ده اللي بشكل مبدئي. بعد كده المرحلة الأخيرة اللي هو احنا هنستعد لسوق العمل، عشان أسئلة الانترفيو، وعشان بعض الشركات بتتعامل بستايل معين. هنعرف ازاي تكتب كلين كود، الكود بتاعك يكون كلين، هنمشي على مبدأ الكلين كود. هنتعامل مع الجيت والجيت هاب، وده هيكون برضه ولا هيبقى ليه كورس كامل بإذن الله على القناة، هيبقى فيه بلاي ليست ليه مخصصة ليه. بعد كده هنعمل سي في، هنشوف ازاي نقدر نكتب سي في كويس. بعد كده هندي أسئلة، وهنشوف الأسئلة اللي بتيجي في الانترفيوز، وهنناقشها مع بعض، وهنشوف نقدر نحلها ازاي. والحاجة الأخيرة كمان هنعمل ويب سايت بورتفوليو، هيكون لكل واحد بإذن الله. هناخد الأساسيات بتاعتنا وهنطبق على تطبيق بورتفوليو، وكل واحد بإذن الله هياخد الفكرة
من الشرح بتاعنا، ويحاول يطبق بالشكل اللي يناسبه، وتبقى تبعتولي الفاينل ريزلت بتاع البورتفوليو ونقيمه، وان شاء الله يبقى فيه جوائز يعني لاحسن يو اي واحسن كود، مش بس يو اي. الكورس ده معمول مخصوص ليك عشان تبدأ من الصفر وتبقى فلاتر ديفلوبر جاهز للشغل. كل اللي عليك انك تتابع الحلقات بالترتيب وتطبق بنفسك على كل جزء. ولو عندك اي سؤال او مشكلة سيبها لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليكم اول باول. اشوفكم في اول حلقة بإذن الله. سلام عليكم.